اهلا وسهلا بحضراتكم والف مبروك للنادي الاهلي على نتيجه. اما عن الاداء فمن حق جمهور النادي الاهلي يزعل، ويزعل زعل شديد جدا لسوء الاداء، وده ليه عده اسباب. قبل ما اقول الاسباب، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. واحد، عدم وجود لاعبي خط الوسط المهاجمين اللي هم بيقدروا يربطوا الخطوط ببعضها، علشان كده بتلاقي النادي الاهلي خطوطه مفككه ومفيش ترابط بين الخطوط. اتنين، عدم وجود اجنحه سريعه تقدر تنقل الهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وبالتالي بتلاقي النادي الاهلي طول المباراه تحت ضغط ويعتبر رد فعل وليس فعل. كان اللي بيعوض الناحيه دي شويه علي معلول لما بيكون موجود في الفرقه، كان بينطلق ويعمل كروسات عرضيه هي اللي بتنقل الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وبتخلي ليه النادي الاهلي شكل نوعا ما. ثالثا، انت بتلاعب احسن فريق في افريقيا وفي البطوله والمرشح الاول للبطوله، وبيلعبوا كوره حلوه، ما تنتظرش عرض جيد قدام فريق زي سان داونز. رابعا بقى، وده الاهم، ضغط المباريات في الدوري العام مخلي لعيبه النادي الاهلي بصراحه مش قادره تقف على رجليها ومش قادره تجر رجليها من ضغط المباريات المتتالي في الدوري العام. كويس جدا ان النادي الاهلي بيفوز. خامسا بقى، عايز اقول سبب من الاسباب ان هي دي قماشه لعيبه النادي الاهلي للاسف، وهتكلم بصراحه، في كذا لعيب في النادي الاهلي لا يستحقوا ان هم يرتدوا تيشيرت النادي الاهلي، ومش هقول اسماء عشان ما اجرحش في حد، لان هي اللعيبه دي المفروض اللي هتكمل البطوله وهتكمل بطوله الدوري العام وبطوله افريقيا. ما ينفعش ان انا اجرح في اللعيبه وهم دول اللي هيكملوا معانا بطوله الدوري وبطوله افريقيا. خامسا بقى، وده الاهم، ان جمهور النادي الاهلي لازم يقف ورا فرقته ويساند المدرب اللي معهوش لعيبه تساعده في تحقيق الشكل المطلوب للاداء والنتيجه في نفس الوقت. الراجل موسيماني بيلعب بالخامه اللي معاه، وهو عارف ان الخامه اللي معاه هي دي، ومش قادر يطور فيهم لان هم امكانياتهم كده، فبيلعب بالطريقه الامنه اللي هي بيكثف الدفاع وبيلعب على المرتدات. عايز اقول لحضرتك حاجه واسالك سؤال، لو انت كنت كجمهور النادي الاهلي لعبت احلى من صن داونز امبارح، وصن داونز هو اللي كان مكانك بيدافع طول المباراه، وهو اللي خطف جونين وفاز بالثلاث نقط بتوع المباراه وكسبك، كان هيبقى موقفك ايه؟ كنت هتبقى زعلان ولا فرحان؟ انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي، هي دي القماشه اللي عندك من اللعيبه، وبصراحه ثلاث ارباع لعيبه النادي الاهلي ما يستاهلوش ياخدوا مليون جنيه في السنه. بس مش هو ده الموضوع. الموضوع ان احنا لازم نبارك للنادي الاهلي ونقف جنب النادي الاهلي ونسانده، عشان هو البطل، والبطل لازم يمر بظروف صعبه، وبيمر ان في هيقابل فرق اقوى من كده بكتير، وندعي له ان هو يعدي عقبه سان داونز هناك. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي ما تزعلش، لان موسيماني هي دي الخامه اللي عنده، وهي دي الطريقه المناسبه لقماشه اللعيبه اللي هو عارفها كويس قوي، وما يقدرش يفتح خطوطه، لان لو فتح خطوطه لعيبته مجهده وممكن تحصل نتائج سلبيه. جمهور الاهلي كان هيزعل اكتر واكتر. والكلام ده انا بوجهه بقى للهجاص الكبير اللي هو رضا عبد العال، اللي كان مستني الاهلي يقع امبارح ويتغلب واحد واثنين وثلاثه ويطلع يقول لكم اشكروني انا اللي قلت لكم ان موسيماني مش مدرب، وهو لا يفقه شيء عن التدريب او عن الحالات الفنيه او المدربين، لانه كان بيقعد يلطم على الخطوط وهو ما لا بيدرب فريق زي طنطا. امال لما تدرب فريق زي الاهلي او الزمالك او بيراميدز او الاسماعيلي هتعمل ايه؟ فانا بقول لانصاف الاعلاميين اللي طلعوا علينا فجاه كده بالكذب والخداع والتدليس والعبط والهبل اللي بيقدموه، اتقوا ربنا شويه في التحليلات اللي بتقولوها. مش اي خالف تعرف هتقوله، ولو ضربت معاك تطلع تقول انا اللي قلت على موسيماني مش كويس. انت مالكش دعوه بموسيماني، وما تجيش حاجه في موسيماني. موسيماني ده كان بيدرب سان داونز 7 سنين، خد بيه بطوله افريقيا وخد بيه بطولات جنوب افريقيا. انت فين من موسيماني؟ يا جماعه انا عايز بس يبقى في معايير، ويعني لكره القدم اللي يطلع يقيم الناس ده يكون اصلا قامه، ما يكونش قزم زي رضا عبد العال وخالد الغندور والناس دي كلها، شويه اقزام في التحليل وفي التقييم، ويقيموا ناس ليها فعلا يعني انجازات وبطولات في عالم كره القدم. اشكركم والى اللقاء.